السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في تاريخ 13 فبراير من سنة 2022 كان في أب وأم في انتظار بنتهم في البيت لأنها كانت بتحضر درس إضافي بعد المدرسة، وكان من المفترض إن بعد ما تنتهي وترجع للبيت هتسافر العيلة كلها علشان يحضروا حفل زفاف لحد من قرايبهم. البنت كان مفترض إنها تغيب في الدرس حوالي ساعة ونص وعلى أقصى تقدير ساعتين، ولكن مر وقت طويل والبنت ما رجعتش للبيت. في الوقت ده أبوها كان قلقان عليها جدا، قرر إنه يروح للمكان اللي كانت بتاخد فيه الدرس علشان يطمن عليها ويشوف هي ما رجعتش ليه. لما وصل لهناك لقى إن المركز اللي كانت بتتردد عليه مقفول تماما، وما كانش فيه أي حد من زملائها ولا مدرسينها، وكل اللي لقاه هو الحذاء الخاص بالبنت واللي كان على باب المركز. الأب حاول إنه يدور على بنته في كل مكان، ولكن بكل أسف ما قدرش إن هو يلاقيها. الشرطة لما وصلت بالفعل لقت البنت، ولكن لقوها في حالة ما كانوش أبدا يتوقعوا إن هم يلاقوها فيها. قصتنا للنهاردة الجاني فيها معروف وكان متحدد هويته من البداية، ولكن رحلة البحث عنه بعد ما تخفى بطريقة لا تخطر على بال أي حد هي اللي كانت مثيرة جدا للدهشة. والصدمة فيها هي اعترافات الجاني واللي استوحى خطته من فيلم الشاروخان اتفرج عليه لما كان في مرحلة المراهقة، ولكن من الواضح إن الفيلم فضل ملازمه طول حياته لدرجة إنه قرر يحققه على أرض الواقع. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا في الهند، وتحديدا في مدينة كوتا واللي بتقع في ولاية راجستان. هناك كان عايش بنت اسمها برادهي جين، واللي كان عمرها 16 سنة وكانت بتدرس في المرحلة الثانوية. برادهي كان من المفترض إنها تسافر مع أبوها وأمها وإخواتها علشان يحضروا حفل زفاف لواحدة من قرايبهم، واللي كان من المفترض إنه يتم في تاريخ 16 فبراير من سنة 2022. ولأن حفل الزفاف كان في ولاية بعيدة عن ولاية راجستان، أبوها قرر إنه ياخد ليها ولإخواتها اليوم ده أجازة من المدرسة ومن الدروس اللي بعد المدرسة. ولكن برادهي كان من المفروض إنها تذاكر دروسها لأن امتحاناتها كانت في بداية شهر مارس. لما غابت برادهي عن مكان المركز اللي بتتردد عليه علشان تاخد دروس إضافية بعد المدرسة، مدرسها اللي كان موجود هناك اتصل بأبوها، والمدرس ده كان اسمه جورف. مدرس برادهي بلغ أبوها بإنها مش من المفروض أبدا إنها تغيب عن الحصص اللي المفروض إنها تذاكر فيها دروس مهمة جدا، وده طبعا علشان امتحاناتها. وأبو برادهي في الوقت ده وضح لمدرسها جورف بإنها من المفروض تسافر مع أسرتها علشان يحضروا حفل الزفاف، ولكن مدرسها في الوقت ده طمن أبوها بإنها مش هتطول أبدا في الدرس الإضافي، وإن هو هيشرح لها بعض النقط المهمة وبعد كده هترجع للبيت ويقدروا إن هم يسافروا براحتهم. أبو برادهي في الوقت ده كان قدامه حل من الاتنين، إما إن هو ياخد باقي أفراد أسرته ويسافر علشان يحضروا حفل الزفاف ويسيب بنته برادهي في البيت لوحدها، ولكنه ما كانش بيرجح الفكرة دي نهائيا، وعلشان كده قرر إنه يرسلها للدرس الإضافي وإنه ينتظروها في البيت ويأجلوا ميعاد سفرهم، وبعد رجوعها يسافروا مباشرة. راحت برادهي للدرس الإضافي، ولكنها اتأخرت في رجوعها. أبوها وأمها كانوا عارفين إنها بتغيب في الدرس لمدة ساعة ونص على أقصى تقدير ساعتين، ولكن لما اتأخرت بدأوا إن هم يحسوا بالقلق، وعلشان كده أبوها قرر إنه يروح للمركز اللي كانت بتتلقى فيه الدروس الإضافية علشان يطمن عليها ويجيبها معاه ويرجع ويسافروا مع بعض. الأب لما وصل للمركز اللي كانت بتتردد عليه بنته لقى إن المركز كان مقفول تماما، مفيش أي حد من زملائها ولا مدرسينها. وفي الوقت ده اعتقد بإن بنته ممكن تكون رجعت للبيت. في الوقت اللي كان مقرر فيه إنه يرجع للبيت علشان يتأكد من رجوعها، لاحظ إنه قدام باب المركز الحذاء الخاص بيها، بمعنى إن بنته دخلت لجوه المركز وما طلعتش مرة تانية. الأب في الوقت ده بما إن رقم المدرس جورف كان معاه قرر إنه يتصل بيه علشان يسأله برادهي راحت فين، ولكن برغم من كل الاتصالات اللي كان بيتصلها بيه جورف ما كانش بيرد عليه نهائيا. الأب في الوقت ده كان عارف بيت المدرس فين واللي كان قريب جدا من مكان المركز. قرر إنه يروح لحد هناك يمكن يلاقيه هناك ويعرف منه أي معلومة. الأب لما وصل أم المدرس هي اللي فتحت له وابتدى إنه يتكلم معاها
ويشرح لها إن ابنها المدرس جورف طلب منه إنه يرسل ليه بنته برادهي علشان يديها بعض الدروس المهمة، وإن الميعاد اللي المفروض ترجع فيه عدى والبنت ولا رجعت للبيت مرة تانية، بالإضافة إن المركز كان مقفول تماما ومفيش أي حد موجود هناك. وقال لها إن الحذاء الخاص ببنته كان موجود قدام المركز. أم جورف في الوقت ده ابتدى يظهر عليها بعض التوتر، وكانت حاسة بنوع من القلق، والقلق ده اتنقل لأبو برادهي. ولكن على أي حال أم جورف دخلت وجابت تليفونها وابتدت إنها تتصل على ابنها، ولكن هي كمان برغم من اتصالاتها المتعددة ابنها ما كانش بيرد عليها. أم جورف في الوقت ده قالت لي إنها معاها نسخة احتياطية من المركز الخاص بابنها واللي بيدرس فيه لبعض الطلبة. أخدت المفتاح وراحوا هما الاتنين للمركز، ولما فتحوا الباب ودخلوا لجوه الاتنين بدأوا إن هما يصرخوا لأنهم كانوا شايفين مشهد من فيلم رعب قدامهم. أبو برادهي بالفعل لقى بنته كانت داخل المركز، وشكوكه بأنها دخلت لجوه المركز وما خرجتش مرة تانية كانت صحيحة، ولكنه لقى بنته كانت متعلقة بحبل في السقف، بالإضافة إنه كان ملاحظ إن إيديها ورجليها الاتنين كانوا مربوطين. طبعا مع صراخ أم المدرس وأبو البنت من المشهد اللي هم شايفينه، كل الناس اللي كانت موجودة في المنطقة والمراكز المحيطة كلهم اتجمعوا عليهم وعرفوا بالخبر بأن في بنت بتتلقى درس في المركز تم العثور عليها بعد إغلاق المركز بعد ما تم إنهاء حياتها. وطبعا في حالة زي دي كانوا لازم إنهم يبلغوا الشرطة. الشرطة لما وصلت للمكان المشهد كان يبان قدامهم وكأن البنت هي اللي عملت كده في نفسها، ولكن الموضوع ما كانش مقنع بالمرة، لأن زي ما قلتلكم إن برادهي إيديها ورجليها كانوا مربوطين. طبعا هي عمرها ما تقدر تعمل كل ده في نفسها وإيديها ورجلها مربوطين. وهنا اتأكد أفراد الشرطة من إن في شخص هو اللي وصل برادهي للحالة اللي كانت عليها، ولكنه كان بيحاول يتلاعب بيهم ويقنعهم بإن هي اللي عملت كده في نفسها. بالإضافة إنهم لما بدأوا يفحصوا جسد البنت اكتشفوا إن كان في بعض الآثار حوالين رقبتها، واللي ما كانش معروف الآثار دي إيه سببها. وكمان لقوا بعض الحروق في مختلف أنحاء جسدها، واللي تقرير الطب الشرعي أقر بإن الحروق دي كانت بسبب سيجارة. طبعا أفراد الشرطة ما كانوش فاهمين إزاي البنت وصلت للحالة دي ولا مين اللي عمل فيها الفعلة الشنيعة اللي حصلت، وعلشان كده كانوا لازم يتكلموا مع أبوها يعرفوا خط سيرها، إيه اللي خلاها تروح للمركز في الوقت ده، وهل هو عارف إن كان في شخص معاها ولا لأ. أبو برادهي في الوقت ده شرح ليهم كل الكلام اللي أنا قلته لكم عن اتصال مدرسها وعن الدرس الإضافي اللي كان ضروري جدا إنها تحضره. أفراد الشرطة في الوقت ده طبعا ومن غير أي ذكاء أدركوا إن جورف هو اللي أنهى حياة برادهي، بما إنه هو اللي بيمتلك المركز، هو اللي أصر إنها تروح في اليوم ده قبل ما تسافر. وكمان فكرة إن المركز كان بابه مقفول ده بيأكد إن جورف هو اللي ارتكب الجريمة، لأن مفيش حد بيمتلك المفتاح إلا هو وأمه. الواقع تم اكتشافها تقريبا بعد ظهر اليوم، وفي خلال ساعات مدينة كوتا كلها كانت بتتكلم عن الحدث والكل كان بيتداول الأخبار، حتى إن في نفس اليوم اللي تم فيه الكشف عن الواقع وتحديدا في مساء اليوم بعض الجيران والأصدقاء اتجمعوا وبدأوا إن هم يخرجوا في مسيرات ومظاهرات في محاولة منهم للضغط على الشرطة، لأن زي ما انتوا عارفين من خلال القصص الكتير اللي حكيناها من الهند إن الشرطة عندهم بتريح قوي لما ما بيتمش الضغط عليها، وإن هم ما بيتحركوش إلا لما يكون في مظاهرات وضغط شعبي عليهم. وعلشان الشرطة تحاول إنها تهدي الرأي العام طلعوا ببيان وكانوا بيتكلموا فيه مع كل سكان مدينة كوتا، وكانوا بيوعدوهم إنهم هيحددوا مكان جورف وهيلقوا بالقبض عليه قبل ما يمر على الواقع 3 أيام. ولكن مرت 3 أيام ووصلنا لتاريخ 18 فبراير من سنة 2022 والشرطة ما قدرتش توفي بوعدها، ولا قدروا إن هم يلاقوا جورف ولا قدروا يعرفوا هو ليه ارتكب الجريمة. وفي الوقت ده انطلقت المسيرات واللي كانت بتطالب وبتضغط على الشرطة إن هم يتحركوا أسرع من كده، لأنه وارد إن جورف يهرب بره الهند كلها ومفيش أي حد يقدر يعاقبه على فعلته. حتى إن أصحاب المحلات في مدينة كوتا كدعم ليهم لأسرة برادهي ومحاولة منهم للضغط على أفراد الشرطة قفلوا كل محلاتهم ومنعوا حركة البيع والشراء. حتى إن الأهالي في مدينة كوتا ابتدوا إن هم يخافوا على أولادهم، لأنهم ما كانوش عارفين هل المدرس جورف كان مستهدف برادهي بعينها ولا هو بيستهدف الطلبة بصورة عشوائية. وعلشان كده
قعدوا أولادهم من المدارس وما كانوش بيخلوهم يروحوا، وكمان منعوهم من إنهم يحضروا الدروس الإضافية في المراكز اللي كانت منتشرة في المدينة. وهنا الشرطة كانت عايزة تسيطر على الشائعات اللي كانت بتنطلق وعلى القيل والقال. قرروا إن هم يرصدوا مكافأة لأي شخص يدلهم على مكان جورف، سواء كان على قيد الحياة أو لأ. ولكن الكوميديا السوداء كانت في مبلغ المكافأة اللي كانوا راصدينها. المبلغ اللي رصدوه كان عبارة عن 10,000 روبية، واللي بتعادل 120 دولار. والمبلغ ده مبلغ بسيط جدا، ما يخليش أي حد يروح يبلغ عن مجرم أو إنه يركز مع كل الأشخاص اللي موجودين حواليه. ولأن بعض المؤسسات في مدينة كوتا وبعض التجار والسياسيين كانوا حاسين إن الشرطة جاية تهزر مش جاية تحل جريمة، قرروا إن هم يجمعوا مع بعض مبلغ لمكافأة ضخمة جدا علشان يشجعوا بعض الأشخاص في مدينة كوتا أو خارج ولاية راجستان تماما بإن هم لو شافوا جورف في أي مكان يبلغوا عنه. ومبلغ المكافأة اللي تم تجميعه في الوقت ده هو 431 ألف روبية، واللي بيعادل تقريبا حوالي 5000 دولار. وفي الوقت ده الأخبار عن اللي حصل لبرادهي ورحلة البحث عن مدرسها جورف انتشرت زي النار في الهشيم في الهند كلها، مش بس في مدينة كوتا ولا في ولاية راجستان. والشرطة كانت حاسة بضغط شديد جدا عليهم، لدرجة إن هم شكلوا 30 فريق، كل فريق كان فيه 10 أشخاص من أفراد الشرطة. يعني كان فيه 300 شخص من أفراد الشرطة بيبحثوا عن جورف. أفراد الشرطة في الوقت ده قرروا يفكروا بعقلية جورف، بإن هم ياخدوا العناوين وأرقام التليفونات لكل قرايبه ومعارفه وأصدقائه، في احتمالية منهم إنه وارد إنه يتردد على أي حد فيهم، وإن الأمر ده هيسهل عليهم القبض عليه. من ضمن الأشخاص اللي أخدوا عنوانهم ورقم تليفونهم هي أخت جورف، واللي كانت عايشة في مدينة اسمها جوروجرام، واللي بتقع في ولاية هريانا، ودي منطقة بعيد تماما عن ولاية راجستان وعن مدينة كوتا. ويمكن ده السبب اللي كان مخلي أفراد الشرطة يكونوا متأكدين من إن جورف في النهاية بأي شكل أو بآخر هيروح لبيت أخته علشان يحاول يستخبى عندها، لأنه هيعتقد إن المسافة بعيد تماما ومفيش أي حد هيفكر إنه يدور عليه هناك. ولكن طبعا أفراد الشرطة لو وقفوا بالزي الرسمي ليهم قدام بيت أخت جورف، بمجرد ما هيوصل لهناك وهيشوفهم هياخد بعضه ويمشي تماما ومش هيعرفوا يجيبوه مرة تانية. علشان كده قرروا إن هم يتخفوا وإن هم يندمجوا مع الشارع وكأنهم أشخاص عاديين وطبيعيين، وإن مفيش أي حد موجود في المكان. وفضلوا موجودين هناك لفترة وهم متأكدين إن في وقت ما جورف هيروح لبيت أخته وهيقدروا إن هم يقبضوا عليه. على الجانب الآخر مجموعة تانية من أفراد الشرطة كانوا بيحققوا مع أصدقاء جورف علشان يعرفوا منهم بعض التفاصيل. هل هو اتكلم معاهم قبل كده؟ قال لهم إنه بيخطط لإنه يرتكب جريمة؟ هل هو عنده عداوة مع أهل برادهي؟ ولكن في الوقت ده أصدقاء جورف أغلبهم دلوهم على معلومة واللي كانوا كلهم مجمعين عليها. المعلومة دي إن أكتر من واحد فيهم جورف بنفسه صرح ليهم بإنه بيكن بعض المشاعر تجاه برادهي، البنت اللي كان بيدرس لها. السيناريو اللي حطه أفراد الشرطة في الوقت ده إن جورف لما طلب من أبو برادهي إنها تروح للمركز علشان تاخد درس إضافي، هو كان واخدها لهناك علشان يصرح لها بمشاعره وبحبه. بما إن التاريخ كان 13 فبراير وكان التاريخ ده قبل عيد الحب بيوم واحد، وارد إن برادهي لما سمعت منه الكلام ده رفضت تماما المشاعر دي وصرحت ليه بإن هو مدرسها ومش أكتر من كده. وفي ثورة من الغضب لما هي رفضته وهو ما تقبلش رفضها، قرر إنه ينهي حياتها وبعد كده هرب. المباحث الإلكترونية كانت بتدور على إشارة تليفون جورف برغم من إنه كان مقفول، وبالفعل قدروا إن هم يرصدوا ويحددوا موقع التليفون. ولكن أفراد الشرطة لقوا إن التليفون ده كان مرمي في نهر من الأنهار. وهنا رجعت مرة تانية نظرية إنه وارد إن جورف ما يكونش على قيد الحياة في الوقت الحالي، وعلشان كده بدأوا يدوروا في المنطقة المحيطة كلها عن أي شخص مجهول الهوية تم التعرف عليه بعد إنهاء حياته أو بعد وفاته بصورة طبيعية وتم نقله للمستشفى. ولكن بالرغم من بحثهم في كل المستشفيات وفي كل الأشخاص مجهولين الهوية ما لقوش جورف في وسطيهم. ومر 8 أيام على الواقعة وأفراد الشرطة ما قدروش يحددوا مكان جورف ولا يعرفوا هل هو على قيد الحياة ولا لأ. ولكن في تاريخ 21 فبراير من سنة 2022 شكوك أفراد الشرطة بالفعل كانت في محلها، وجورف قرر إنه يروح لأخته في بيتها في جوروجرام. وبالرغم من إن أخت جورف في الوقت ده ما كانتش موجودة في البيت وكانت مسافرة تماما خارج المنطقة اللي كانت عايشة فيها،
إلا إن أخوها ما كانش عنده فكرة بالأمر ده، وأفراد الشرطة كانوا قاعدين مرابطين قدام البيت وكانوا منتظرين وصوله. بمجرد ما وصل لهناك وطلع للبناية السكنية اللي كانت عايشة فيها أخته، أفراد الشرطة حصروه من كل مكان وألقوا بالقبض عليه. أفراد الشرطة بعد القبض على جورف أخدوه لمدينة كوتا علشان يتم التحقيق معاه بما إن الواقعة حصلت هناك. ولكن التفاصيل والاعترافات اللي قدمها جورف في مركز الشرطة عن الدوافع والأسباب وهو إزاي ارتكب الجريمة وإزاي خطط ليها من الأساس، وبعد كده إزاي خطط لهروبه بالطريقة اللي ما كانش أي حد قادر فيها إن هو يوصله، هو ده اللي تسبب في صدمة للهند كلها. في البداية جورف قال إن هو شاف برادهي لأول مرة في سنة 2019، إنه بدأ يدرس لها من الوقت ده، وقال إن في البداية كان بيعتبرها طالبة عنده زي كل الطلبة. ولكن بعد مرور 3 سنوات وهي بتكبر قدام عينيه يوم بعد يوم، ابتدى إنه يحس ببعض مشاعر الحب تجاهها، حتى إنه قال إنه راح أكتر من مرة وصرح ليها بالمشاعر اللي جواه ناحيتها، واعترف بنفسه إن في كل مرة كان بيلمح فيها لبرادهي أو بيقول لها إن هو بيحبها صراحة، البنت كانت بترفض مشاعره نهائيا، وكانت بتصرح ليه إن هو مدرسها وإنها بتعتبره زي أخ كبير ليها، عمرها ما هتفكر فيه في أكتر من كده. لحد ما هنوصل لشهر فبراير من سنة 2022، زي ما قلتلكم إن بداية امتحانات برادهي كانت من المفترض إنها تكون في شهر مارس، يعني بعد الواقعة بحوالي أسبوعين، ودي كانت آخر فترة جورف هيدرس فيها لبرادهي، وكان شايف إن هي دي فرصته الأخيرة بإنه يحصل على فرصة في إنها تبادله نفس مشاعر الحب. قرر إنه هو يطلبها للمركز بحجة إنه هو هيقول لها بعض الدروس وبعض الحاجات اللي لازم تذاكرها علشان امتحاناتها، وكان مخطط إنه في اليوم ده يصرح لها بمشاعره للمرة الأخيرة، وكان واخد قرار نهائي إن إما برادهي إنها تبادله نفس المشاعر وتقوله إن هي كمان بتحبه، أو إن هو هينهي حياتها ويتخلص من الموضوع نهائيا. ولكنه قال إنه من بداية شهر فبراير وتحديداً من تاريخ 8 فبراير من سنة 2022 بدأ إنه يدرس الخطة البديلة في حال إن برادهي رفضت مشاعره وصرحت ليه بإنها ما بتبادلوش مشاعر الحب، لأن زي ما قلتلكم هو كان مقرر إما إنها تحبه أو إنه هو ينهي حياتها. فلو أنهى حياتها ما كانش حابب أبداً إن الشرطة تقبض عليه، وكان عايز يحط خطة هروب ما تخرش المية. وطبعاً ما فيش أي مكان يجيب منه خطط رائعة إلا الأفلام الهندية. قرر إنه يتفرج على بعض أفلام الجريمة علشان يستوحي منهم خطة، ومن ضمن الأفلام اللي اتفرج عليها فيلم كان ملتصق بذاكرته من لما كان في مرحلة المراهقة، وهو فيلم بازيجار، واللي كان بطولة نجم بوليوود الشهير شاروخان، وكان بيشاركوا البطولة الممثلة كاجول، والفيلم كان من إنتاج سنة 1993. الفيلم قصته باختصار من إن كان في شخص عنده بعض الأحقاد والضغائن تجاه شخص كان متسبب في إنهاء حياة أبوه. قرر إنه يتخفى ويدخل لعيلته، يلعب على بناته ويمثل عليهم الحب، وكان من ضمن طرق التخفي اللي كان بيتخفيها إنه كان بيظهر لكل بنت من بنات الشخص اللي حابب ينتقم منه باسم وبشخصية مختلفة تماما، حتى الملابس وطريقة الكلام كانت بتختلف من البنت لأختها. المخرج للفيلم علشان يعمل فرق ما بين الشخصيتين قرر إنه يخلي شخصية منهم بتلبس عدسات لاصقة وشخصية تانية لأ، وكان شايف إن ده الاختلاف الفظيع اللي ما بينهم هما الاتنين، وإن مفيش أي حد كده هيعرفهم. طبعا فكرة ساذجة جدا، وجورف نفسه كان عارف إنها فكرة ساذجة، ولكنه قرر يستوحي الفكرة وابتدى إن هو يطورها. جورف ابتدى يدور على فكرة على منصة يوتيوب بإن هو يشوف إزاي إنه يقدر يتنكر ويخلي مفيش أي شخص يتعرف عليه. بدأ إنه يدخل على بعض الفيديوهات لبعض الأشخاص واللي كانوا بيقدموا محتوى إزاي شخص يغير من ملامحه وهيئته عن طريق الميك اب، وكان من ضمن الفيديوهات بعض الأشخاص اللي يقدروا يحولوا الملامح عن طريق الميك اب من ولد لبنت ومن بنت لولد. جورف في الوقت ده لقى إن هي دي خطته المثالية، بإن هو عن طريق الميك اب يحول ملامحه وهيئته لهيئة بنت، وإن بكده مفيش أي حد هيقدر يتعرف عليه. وعلى مدار 5 أيام كاملين جورف كان بيقول إنه ما كانش بينام ولا ليل ولا نهار، وكان قاعد قدام الفيديوهات علشان يتعلم إزاي يتقن إنه يغير هيئته وملامحه. وبعد كده نزل الأسواق وابتدى إنه هو يشتري كل أدوات الميك اب اللي هيحتاجها، وكمان اشترى بعض الملابس النسائية، بالإضافة إنه اشترى شعر مستعار. والموضوع ما وقفش لحد هنا، جورف ابتدى يدرس إزاي البنات بتمشي. في أشخاص كتير بيحاولوا إن هم يتنكروا في هيئة سيدات،
ولكن الموضوع بيتم كشفه من هيئتهم ومن مشيتهم. بدأ إنه يتقن الطريقة اللي بتمشي بيها البنات علشان مفيش أي حد يتعرف عليه. ولكن بالرغم من كل الكلام ده، جورف كان عارف كويس جدا إنه بعد ما يرتكب الجريمة أبو برادهي هيروح للمركز علشان يدور على بنته. قعد يحسب الفترة اللي من المفترض إن أبو برادهي يعرف إن تم إنهاء حياة بنته، وفي خلال الفترة دي هيقدر يبعد عن المركز وعن بيته مسافة قد إيه. كان حاطط خطة في الوقت ده بإنه لازم يخرج بره المدينة، بل وإنه يخرج بره الولاية كلها علشان مفيش أي حد يقدر يوصله. وعلشان يقدر يهرب بره الولاية بسرعة جدا، قرر إنه يروح يشتري تذكرة للقطار واللي كان متجه لمدينة هاردوا واللي موجودة في ولاية أوتركاند، وراح اشترى تذكرة تانية للأتوبيس واللي كانت متجهة لنفس المدينة، ولكنه اشتراها تحت اسم بنت، والبنت اللي اشترى التذكرة باسمها كان اسمها ميناكشي. ولما سألوه طب هو ليه حجز تذكرة للقطار وفي نفس الوقت حجز تذكرة للأتوبيس، قال لهم إنه كان بيعمل احتياطه إن لو الشرطة انتشرت في محطة القطار على أساس إنه هو هيهرب بره الولاية، يقدر إنه هو يسافر عن طريق الأتوبيس. يعني كان عامل لنفسه خطة بديلة. كل الكلام ده جورف كان بيعمله من قبل ما يروح ولا حتى يتكلم مع برادهي، وهي ولا كانت رفضت ولا كانت ردت عليه. ولكن جورف كان رايح وهو مصمم إما إنها تبادله نفس المشاعر أو إنه ينهي حياتها. حتى إنه قال لأفراد الشرطة إن في تاريخ 12 فبراير من سنة 2022 وقبل الواقعة بيوم واحد، جورف قرر إنه هو يلبس ملابس نسائية ويخرج فيها للشارع يتحرك وسط الناس، وكان الشارع مزدحم جدا. هو كان عايز يتأكد هل في أي شخص هيتعرف عليه وهيحدد إنه هو رجل في ملابس سيدة ولا لأ. ولما سألوه لو كان أي حد اكتشف إن أنت شخص متنكر في زي سيدة، قال لهم إني كنت مخطط بإني هقول لهم إني بعمل مقلب في صديق ليا وإن الموضوع هيعدي. جورف صرح لأفراد الشرطة إن كان في شرطية واقفة في المكان اللي كان بيمر منه، وهو أصر إنه يمر من جنبها أكتر من مرة، وهي ما تعرفتش عليه نهائياً لأنه كان بيقلد مشية السيدات لدرجة إن مفيش أي حد يقدر يتعرف عليه. لحد ما هنوصل لتاريخ 13 فبراير من سنة 2022. زي ما قلت لكم إن برادهي راحت للمركز الخاص بجورف بناء على طلبه بعد ما اتصل بأبوها. بمجرد وصولها لهناك، جورف كان عامل فيها رومانسي وكان عامل شموع وأجواء رومانسية، وكان بيعترف بحبه للمرة الأخيرة لبرادهي. وفي الوقت ده قالت له إنها مش حابة ترتبط بيه، وكانت بتتكلم معاه بطريقة جافة لأنها أدركت إنه تعمد يستدرجها في اليوم ده علشان يكلم معاها عن الغرام والحب. حبت إنها تخرج من المركز وترجع للبيت مرة تانية، ولكن جورف في الوقت ده كان في قمة غضبه. بدأ إنه يحاول يعتدي عليها. طبعا برادهي ما سمحتلوش بإنه هو يقرب لها، وبدأت إنها تقاومه. ولكن جورف في الوقت ده أدرك إن برادهي عمرها ما هتكون ليه، وإنها لو خرجت من المركز هتروح وتبلغ أبوها وأمها بكل التصرفات اللي عملها معاها. قال إن في الوقت ده برادهي كانت لابسة سكارف حوالين رقبتها، بدأ إن هو يخنقها من خلالها، ولكنه ما أنهاش حياتها في الوقت ده، هي بس فقدت الوعي، وقعت على الأرض. وقال جورف إن في الوقت ده ربط إيديها ورجليها وفضل قاعد قدامها شوية يتفرج عليها. ولما رجعت برادهي مرة تانية لوعيها، رجع مرة تانية يخنقها بنفس السكارف اللي كانت حوالين رقبتها، ولكن المرة دي اتأكد من إن تم إنهاء حياتها. وبعد كده جهز حبل في السقف وعلقها فيه، وكان متأكد إن الشرطة هتعتقد في البداية إن هي اللي عملت في نفسها كل ده. ولكن بكل تأكيد فكرة إن إيديها ورجليها كانوا لسه مربوطين نفت النظرية دي تماما. جورف قال إنه بعد كده محى بعض الآثار والبصمات الخاصة بيه في المركز وقفل المركز تماما، وبرادهي كانت جوه. وبعد كده أخد الدراجة النارية الخاصة بيه وبدأ إنه يتحرك بيها. وقال إنه لما خرج من المركز كان لابس على وشه زي منديل علشان يخفي ملامحه. أفراد الشرطة بالفعل لما فحصوا كاميرات المراقبة رصدوا جورف وهو بالهيئة دي على دراجته النارية وهو بيمر في المنطقة المحيطة بالمركز، حتى إنه دخل لمحطة من محطات الوقود برغم من إنه ولا زود الدراجة النارية الخاصة بيه بالوقود ولا أي حاجة، ولكنه دخل لهناك وكأنه حابب إن كاميرات المراقبة تصوره. ولما كان في محطة الوقود سأل عامل هناك إزاي يروح لمدينة كيشوريا باتان، والعامل شرح له إزاي يوصل لهناك. بالفعل هو اتجه للمدينة اللي سأل عليها العامل، ولكن وهو في بداية الطريق أخد كيس بلاستيك
حط فيه الشعر المستعار، أدوات المكياج الخاصة بيه والملابس النسائية، ورماهم في النهر. وكمان رمى تليفونه، واللي بالفعل أفراد الشرطة توصلوا ليه. هو طبعا هو كان بيلفق المشهد بأنه هو كمان تم إنهاء حياته، وإنه ما كانش ليه علاقة بالموضوع، وإن في شخص تالت هو اللي متورط في الأمر. يعني تقدروا تقولوا إنه كان بيسوح أفراد الشرطة، وكان بيخليهم يدوروا في أماكن بعيد تماما عن المكان اللي هو موجود فيه. وفي الوقت اللي كانت الشرطة بتدور فيه على جورف في المناطق المحيطة وبعيد تماما عن مدينة كوتا، قال إنه هو قرر يفكر بطريقة معاكسة. بما إن أفراد الشرطة بيدوروا عليه في مدن بعيد تماما عن المدينة اللي هما موجودين فيها، ليه ما يرجعش لمدينة كوتا؟ وبالفعل لما راح لمحطة القطار لقى إن أفراد الشرطة كانوا بيدوروا هناك، وعلشان كده استخدم تذكرة الأتوبيس اللي كان حاجزها باسم ميناكشي وسافر بيها لمدينة هاريدوا. وقال إنه اتنقل في خلال ال8 أيام اللي كان مختفي فيها في أكتر من ولاية، في هريانة، في أوتر برديش، بيهار وماديا برديش، وولاية جاركاند. لما سألوه إزاي هو كان بيتنقل برغم من إنه صورته كانت منتشرة في الهند كلها وكان مرصود مكافأة لأي شخص يدل عليه، قال لهم إنه علشان كان عارف المعلومة دي قرر إنه يتنكر في ملابس وزي سيدة، وإنه علشان يأمن نفسه أكتر قرر إنه يحلق شعره بالكامل، في حال إن أفراد الشرطة اكتشفوا إنه شاب متنكر في زي سيدة، إنه لما يحلق شعره ملامحه تتغير. بالفعل لما تم نشر صورة جورف في الصحف والجرايد، البعض كان بيشتبه بإن الشرطة جايبة أي شخص مكانه علشان يسكتوهم، ولكن بالفعل الشخص اللي كان معاهم هو جورف، ولكن كل اللي عمله إنه حلق شعره فغير ملامحه تماما. طبعا في الحلزونة اللي جورف كان بيلف فيها من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، الفلوس اللي معاه كانت ابتدت إنها تخلص، وكان فاضل معاه 9000 روبية فقط. وعلشان كده كان حابب إنه يجيب فلوس من أي مكان. قعد وفكر مع نفسه ليه ما يروحش لأخته علشان ياخد منها مبلغ يقدر إنه هو يستخبى فيه في أي مكان لحد ما الأوضاع تهدى. وجورف قال في الوقت ده إنه كان بيعتقد إن بكل تأكيد الشرطة راحت لبيت أخته سألوا عليه هناك، وإنهم هيمشوا من هناك مش هيفضلوا قاعدين ومستنيينه. ولكن المرة دي خطته ما مشيتش زي ما هو عايز. بالفعل أفراد الشرطة قرروا يقعدوا يستنوه قدام بيت أخته، لأنهم كانوا متأكدين إنه في أي وقت هيظهر عندها وهيحاول إن هو يوصلها بأي شكل. جورف بالفعل تم تقديمه للمحاكمة واتعرض كل الاعترافات والخطط، تفريغ كاميرات المراقبة، وكل شيء هو ارتكبه. مفيش أي شك من إن هو مرتكب الجريمة، وإن هو اللي أنهى حياة برادهي، وإنه من المفروض يتلقى العقوبة اللي يستحقها. ولكن بكل أسف المحاكمات في الهند بتقعد سنين طويلة جدا، وبرغم من أن الواقعة حصلت في سنة 2022 إلا أن لحد دلوقتي ما تمش الحكم عليه. وعلشان كده في بدايات شهر أكتوبر من سنة 2024 رجعت المظاهرات مرة تانية تنزل الشوارع للمطالبة بحق برادهي وللضغط على القضاء وعلى النظام في الهند بأنه يحاكمه في أسرع وقت ممكن. وفي بعض الأقاويل بتقول إن جورف بالفعل هتتم محاكمته وهيتم الحكم عليه في بدايات سنة 2025. جورف زيه زي بعض الأشخاص اللي اتكلمنا عنهم في قصص متعددة، واللي بيكون عنده من الأنانية والنرجسية ما يكفي إنه ما يتقبلش الرفض من الآخرين نهائياً. هو كان حابب إنه يفرض نفسه على برادهي برغم من إنها بنت صغيرة، مش من المفروض أبداً إنه يفتحها في موضوع زي ده، ولا كان يسمح لنفسه بإنه يبادلها أي نوع من أنواع المشاعر. ولو افترضنا إن قلبه مش بإيده وإن الموضوع غصب عنه، لما راح واتكلم معاها أكتر من مرة وهي صدته ورفضته وصرحت له بإنها بتعتبره زي أخوها الكبير، كان من المفروض إنه يتوقف. ولكن جورف قرر إنه هو يروح يفرض نفسه عليها مرة تانية، بل إن في المرة دي حط خطة بإنها لو رفضته بإنه ينهي حياتها، يعني مفيش مجال أبدا إنها ترفضه. وكان معتقد إن خطته المستوحاة من فيلم شاروخان هيقدر إن هو يهرب بيها ويفلت من العقاب. وبالرغم من إنه عمل حساب لكل شيء وخطته كانت خطة في قمة الذكاء، إلا إن غلطته الصغيرة بإنه يروح لبيت أخته هي اللي وقعته ووصلت أفراد الشرطة ليه. مفيش أي حد يقدر ينكر إن جورف كان شخص ذكي جدا، ولكنه كان عنده غباء عاطفي بما يكفي. ما كانش قادر يتقبل الرفض ولا يتكيف معاه، وكان شايف إن برادهي لازم تتعاقب على رفضها ليه. برادهي بالرغم من إن سنها صغير إلا إنها كانت أعقل من جورف بمراحل، كانت قادرة توزن الأمور وتعرف إن مواضيع الحب والعشق والغرام مش وقتها نهائيا،
هي كان عندها مستقبل المفروض إنها تمشي فيه علشان تقدر تحقق أحلامها، ولكن جوراف جه وأنهى كل الأحلام اللي كانت بتحلم بيها هي وأسرتها ودمر نفسه معاها، وكل ده عشان قصة حب وهمية كان هو بس اللي عايشها في خياله. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك، اكتبولي في الكومنتات هل بتعتقدوا إن جورف لو كان فكر بطريقة معاكسة وما راحش البيت أخته أفراد الشرطة كانوا هيقدروا يوصلوا ليه، ولا إنه بالفعل كان هيقدر إنه يختفي تماما بدون ما أي حد يقدر يوصله، وإنه كان وارد إنه يفلت من العقاب؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.